مظاهرات تجوب أمريكا بسبب رينيه اللي ماتت على إيدين الآيس في مينيسوتا. إيه اللي بيحصل؟ في مظاهرات مشيت في مدن كتيرة خلال الويك إند عشان رينيه اللي ماتت على إيدين الآيس. في إطلاق نار متصور وانتشرت الفيديوهات بتاعته في كل حتة. دلوقتي ناس كتيرة في مدن كتيرة بتتظاهر ضد الآيس ومش عايزين يكونوا موجودين عشان هم عاملين مشاكل كتيرة عشان الوضع كده مقلق. اولا المظاهرات يعني الاعلام بيتكلم عن هو في 1000 مكان تقريبا، ولكن مش عارفين فين بالظبط. بشكل عام في مدن كتيرة زي مدينة نيويورك، زي اتلانتا في جورجيا، وزي حتت تانية مختلفة حصل فيها مظاهرات وبتحصل فيها مظاهرات وحصل في الويك اند. طيب نرجع للايس. الايس موجود في الولايات المتحدة الامريكية من زمان. الفكرة ان هو بيتم التسليط الاعلامي عليه دلوقتي اكتر من الاول، والايس دلوقتي بياخد صور اكتر واخد دعم اكبر، فبيعمل شغل اكتر، فعامل يعني يحس اكتر. لكن هو موجود حتى كان ايام اوباما. على فكرة الايس مش ادارة مخترعة جديد، دي ادارة موجودة اصلا من زمان، ولكن هي دلوقتي بتتصرف بشكل اكتر حدة، وده اللي عامل ازمة كبيرة ومخلي الناس مش راضيين. طيب كل الكلام بالنسبة للانتخابات اللي هتيجي السنة دي، الانتخابات بتاعة مجلس النواب وال35 عضو بمجلس الشيوخ، هل ده هيخلي الناس تفكر تاني وتشوف هتصوت لمين، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي الجميل وائل عاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.